بسم الله الرحمن الرحيم. شباب ثالثه ثانوي، معاك مستر محمد الشاذلي مدرس الرياضه والاحصاء للثانويه العامه. بص يا معلم، انا عارف ان الناس خايفه من حته ان الماده فيها ارقام، وعارف ان عندها حاله رعب كامله. الطالب بتاع ادبي بالذات بيخاف من اي حاجه فيها ارقام وفيها رياضه. تمام، يمكن هو داخل ادبي اصلا هروبا من الارقام والرياضه. بس تعال نتكلم كده دردشه بشكل بسيط. اي حد بيدرس اي حاجه ما بيعرفش استخدامها بيبقى متضايق، اللي هو انا باخد الكلام ده ليه؟ فيمكن لو فهمت استخدام الحاجه، الحته النفسيه جواك من ناحيه الماده تتغير. فتعالى اكلمك عن شكل بسيط قوي من اشكال الاحصائيه، وشوف بنستخدمه ازاي في حياتنا. طوعني وامشي مع دماغي دقيقتين وبعد كده نحكم. الشكل ده اسمه منحنى التوزيع الطبيعي. ايه منحنى التوزيع الطبيعي ده او ايه استخدامه؟ تخيل ان الشكل البسيط اللي قدامك ده هو كل حاجه في حياتك بمعنى الكلمه. ازاي يا مستر؟ تعال نتناقش بهدوء. درجه الحراره. درجه الحراره اول ما بنصحى مثلا الساعه 8 9 الصبح، اول ما بنصحى من النوم تبقى درجه الحراره قليله، وبتبدا تزيد بالتدريج لحد ما بتوصل لفتره الظهر والعصر. بعد كده اللي بيحصل تبدا تقل تاني في دخله المغرب لحد ما الليل، وهكذا. ده مش حاجه صدفه، الظواهر الطبيعيه الاغلبيه ماشيه طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي اللي هو منحنى احصائي. بس كده. شوف اي حاجه تاني. تعال نفرض مثلا ان انا وانت يا باشا بعد ما حطوا الاحصاء في الثانويه العامه هنسيب مجال التدريس ده خالص ونفتح محل حلاقه، مشروع طرش وهياكل معاك. تعال نفتح محل حلاقه. محل الحلاقه ده هيحصل معاك في الشغل كالاتي. اول ما تبدا شغل الدخل قليل جدا، يبدا الدخل ده يزيد بالتدريج في الاسبوع بتاع العيد. كل اللي رايح يحلق يا باشا وكل اللي مجهز نفسه ويستشفى ومش عارف ايه والحاجات الحلوه دي، فتلاقي في الموسم في وقت العيد الدخل بيبدا يزيد. صح، ده اللي بيحصل. طب بعد العيد الناس كلها حلقت خلاص، يبدا الشغل يقل بالتدريج وهكذا. طب يا مستر في ده بس؟ لا، ده في كل الشغل تقريبا، كل الشغل. تخيل انت راجل صاحب شركه تكييفات، انت صاحب شركه كارير بتاع التكييفات. تمام. والله في الشتاء البيع قليل، في الصيف البيع يزيد، في الشتاء يرجع يقل تاني. فتحت شركه بطاطين، في الصيف المبيعات قليله، في الشتاء المبيعات تزيد، وهكذا. كل حاجه ليها موسم ماشيه طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي اللي هو في الاخر شكل احصائي. يا عم ده مش كده وبس، انت زود الموضوع كمان. تعال نتكلم عن شركه زي شركه ايفون، شركه ابل. لما بتعمل تليفون جديد، التليفون الجديد بينزل تقريبا في شهر 9، فايه اللي بيحصل بالظبط؟ تلاقي المبيعات بتاعت ايفون في شهر 7 و8 قليله. اول ما يجي شهر 9 كل الناس عايزه تشتري الايفون الجديد، فتبدا المبيعات بوم تضرب لفوق. طب بعد شهر 9 لما تعدي كام شهر، الناس تقول لك احنا هنستنى بقى الاصدار الجديد، فيبدا المبيعات تقل في الشهور اللي بعد كده. طبعا الكلام ده لا ينطبق على المصريين. احنا بنستنى ايفون 20 ينزل عشان نجيب ايفون 6 بلس. ففي الاخر اي سيستم او اي حاجه فيها بيع وشراء، فيها تجاره، فيها ظواهر طبيعيه بتحصل على سطح الارض طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي. ده مش كده وبس، هقول لك ان طبيعه جسم الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيها طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي. ازاي؟ وانت لسه مولود طاقتك ضعيفه جدا. ده وانت لسه مولود الطاقه دي بتبدا تزيد. الطاقه دي بتبقى قليله جدا لدرجه ان انت كطفل لسه مولود مش هيقدر حتى يشيل جسمه. الطاقه دي بتبدا تزيد بالتدريج لحد ما توصل لقمتها في فتره الشباب. طب ايه ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اكبر في السن واجهزه الجسم كفاءتها هتقل بالتدريج لحد ما النهايه المحسومه لاي حد، يعني احنا كلنا هنموت طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي. طيب قيس على ده حتى الشغل، الشغل بتاع اي بني ادم. انا شايف نفسي كمدرس لسه بيطلع، يعني انا هنا في المنحنى لسه هطلع ولسه هنجح ان شاء الله باذنك اهو. بس مع الوقت ان شاء الله هوصل لهنا، بضل بسعى وبعمل اللي عليا، عاجلا او اجلا هوصل لهنا ان شاء الله. طب اللي بعد كده اكيد هيطلع حد تاني مكاني بعديه وياخد الساحه وهكذا، وهو ده الطبيعي والمعتاد بتاع اي حاجه. بس ان شاء الله اوصل لهنا ان شاء الله باذنك اهو. ونفسي انت كمان يبقى عندك نفس الاعتقاد، يعني انا كده كده هوصل وهنجح وده باذن ربنا. ده طبقا لمنحنى التوزيع الطبيعي. نتيجه الثانويه العامه، البعبع، نتيجه الثانويه العامه. تخيل يا صاحبي ان نتيجه الثانويه العامه دي بتطلع طبقا للمنحنى ده اللي هو ايه؟ جزء صغير جدا اللي هنا اللي تحت المنحنى
اللي بعد الشر عليك طالع بكحك، وجزء صغير هنا اللي مقفل اوائل وجاب 90% و95، والجزء الاكبر في المساحه تحت المنحنى دي اللي جاب 70، اللي جاب 60 80 75 الكلام ده كله. طيب لما بيحصل ان في ماده معينه بيحصل فيها مشكله، جه امتحان صعب جدا، فتلاقي في ناس بتنجح رغم ان امتحان صعب، وفي ناس مستواها عادي وبتنجح. ايه الفكره؟ الفكره ان لازم بعد ما يخلصوا النتيجه يرجعوا لمنحنى التوزيع الطبيعي. يعني مثلا تخيل ان في سنه جه امتحان انجليزي صعب، فبعد ما بيخلصوا النتيجه بيمثلوها بالشكل الاحصائي، فتيجي للشكل الاحصائي اللي قدامك ده فتلاقي ان الانجليزي كماده لما جيت امثلها على المنحنى عملت كده، ده معناه ان نسبه الملاحق عاليه، فيدوروا عشان المساحه كبيره فيدوروا على حد ناقصه درجه واتنين على النجاح اللي هي درجات واقفه وينجحوه عشان ينزلوا شكل المنحنى في الاخر فيوصل لمنحنى التوزيع الطبيعي. الاحصاء فرع من فروع الموجوده في كل حاجه وفي كل المجالات وفي كل الفروع، موجوده في كل الكليات، فرع من اهم الفروع اللي الطالب بيدرسها، طالب علمي طالب ادبي ايا كان هيدرس احصاء في الكليه هيدرسها في الجامعه. الموضوع داخل في حياتنا وممتع اكتر من كونه ماده بتتشرح وخلاص. لو استمتعت بالحاجه هتحبها وهتحب دراستها جدا، وده هيبسط عليك الحاجه، صدقني كل ما تحب الحاجه كل ما هتبقى مبدع فيها اكتر. فدي ماده 60 درجه، يعني في نفس حجم التاريخ نفس حجم الجغرافيا كدرجات، فماده مش قليله، بالعكس هي ماده 60 درجه هتدخلك من كليه لكليه. فبناء عليه حب الماده، حاول تتعامل معاها، هتلاقي الماده سهله وبسيطه، هتلاقيها افضل من مواد تانية بالنسبه لك، وان شاء الله باذنك يا رب يعني انا هساعدك فيها في كل الاجزاء، ومش هخلي جزئيه معينه ما تعديش عليها، وهتطلع بنتائج مرضيه جدا ان شاء الله. وهتفتكر كلامي ده بعد كذا حصه، ولما تشوف نتائج الناس القديمه بتاعت السنه اللي فاتت هتحس ان ده فعلا مش كلام. الحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا 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 السنه اللي فاتت، وان شاء الله هحقق زيها السنه دي معاك. خلاص، تعال نتكلم عن شويه الحاجات البسيطه. اولا تعال نتكلم من اشهر المصطلحات، ده كورس تاسيسي بس بحاول امهد معاك في الدنيا كده اهم الحاجات اللي ممكن تحتاجها طول السنه يعني. خلاص، وانا معاك في كل المحاضرات، حتى الحاجات اللي هتنساها من دي هعيدها لك تاني. تمام؟ ورقه وقلم جنبك وحاول تحل معايا. تعال مثلا انا لو عندي مثلا حاجه زي كده، س على 3 بيساوي 4، حلها ازاي؟ طب لو عندي حاجه زي كده، س على 4 بيساوي 5، طب لو عندي حاجه زي كده، س على 2 بيساوي 4 على 10، كل دول حلهم ازاي؟ لو عندي حاجه زي كده احلها ازاي؟ حاجه بسيطه بالمنظر ده احلها ازاي؟ تعال نحل ونشوف واحده واحده. تعال نبدا بدي. لو بدانا بدي، اي حاجه ملهاش مقام دي معناها ان المقام بتاعها بواحد، المقام اللي هو الحاجه اللي تحت. كنا بنعمل زمان حاجه اسمها مقص، بضرب اللي تحت فوق واللي فوق تحت وما بينهم علامه يساوي، واحد في س بواحد س، بس الواحد في الاول ما بيتكتبش، بس انا عارف ان في واحد. 3 في 4 ب 12. تاني حل دي ازاي؟ دي معناها على ايه؟ على واحد، بضرب مقص، واحد في س بواحد س، 4 في 5 ب20. حل دي ازاي؟ بعمل مقص، س في 4 ب4 س، و2 في 10 ب20. تمام؟ بس انت كده ما جبتش السين يا مستر. هنقول جمله مع بعض عايز حضرتك تقولها. اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. اي حاجه عايزها لوحدها زي السين اقسم على اللي قدامها. فهقسم 20 على 4، و20 على 4 دي لو انت حسبتها بايديك او بالاله فيها كام؟ فيها الخمسه. تاني الخطوه الاخيره دي تاني. لو انا عندي 5 س بيساوي 35، حلها ازاي؟ اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. لما اقسم 35 على 5 هيطلع معاك بكام؟ ب7. اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. تمام؟ اخر مره لو انا عندي 7 س بيساوي 21، احل المعادله دي ازاي؟ اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. هقسم 21 على 7، 21 على 7
فيها كام؟ فيها التلاتة. تمام؟ طيب لو انت فاهم حاول توقف الفيديو تحل لي دي وارجع انا احلها معاك. لو انت فاهم س على التلاتة بيساوي 12 على 9. وقف الفيديو حاول تحلها بايديك وتعالى ارجع احلها لك. يلا يا باشا بضرب مقص. 9 في س ب9 س، 3 في 12 9 في س ب9 س، 3 في 12 ب36. وبعد كده كنا بنقول ايه؟ اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. 36 على 9 فيها كام؟ فيها الاربعه. حاول تحل بايديك، ما تعديش مساله من غير ما تحل بايديك. الحل بايديك في مادتنا دي هو الحل، هيبسط معاك الدنيا ويخلي الدنيا بسيطه. تعالى دي احلها ازاي؟ اي رقم عايز اجيب السين، عايز اجيب السين اعمل ايه؟ اخد الرقم اللي جنبيها دي اوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فبالسالب بيروح الناحيه الثانيه بالموجب. نفس الكلام هنا، اي رقم هنا اوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فده بالموجب يروح الناحيه الثانيه بالسالب. طبعا كده كده الصفر ملوش لازمه. طيب تبقى برنس لو عرفت تحل دي. 2 س ناقص 1 بيساوي 7. ايه اول حاجه اعملها؟ ايه اول حاجه؟ اودي الواحد ده بعكس الاشاره، فالواحد ده بالسالب يروح الناحيه الثانيه بالموجب. 7 1 كام؟ 7 1 8. وبعد كده اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. 8 على 2 فيها كام؟ فيها الاربعه. مره كمان، مره كمان. انا عندي حاجه بالمنظر ده. 3 س ناقص 1 او زائد 1 بيساوي 22. احلها ازاي؟ اول حاجه اودي الواحد ده بعكس الاشاره، بالموجب يروح الناحيه الثانيه بالسالب. يبقى 3 س بيساوي 22 ناقص 1 يبقى 21. اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. 21 لما اقسمها على 3 يديني كام؟ يديني 7. طيب لو انت فهمت وقف الفيديو دقيقه وحل دي. وقف كده دقيقه وحاول تحل دي. يلا حلها لك. ودي الواحد بعكس الاشاره، يبقى 2 س بيساوي 9 زائد 1. 9 1 كام يا صاحبي؟ 10. اي حاجه عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. اقسم 10 على الاثنين تدي كام؟ تدي 5. تمام؟ طيب كمل يا مستر. في حاجات بسيطه بتلخبط الناس. لو انا بقول 5 على 9 زائد 2 على 9. طيب في ناس بتفتكر بعمل ايه؟ طبعا بتعمل بالآلة. يعني كآلة 5 بعمل شرط الكسر الأول أهو. 5 على 9 زائد شرط الكسر. شرط الكسر بتعمل من هنا 2 على 9. أنا عارف إن دي مش شبه الآلة بتاعتك، والآلة ليها فيديوهات لوحدها وهنشتغل عليها، بس سيبها دلوقتي. طلع معايا بكام على الكام؟ ب7 على 9. طلع معايا ب7 على 9. لا احنا نحلها بإيدينا. طيب في ناس كانت بتقول 5 و2 7 و9 و9 18. ده غلط ومصيبه. امال الحل ايه؟ المقامات متوحده، باخد مقام واحد ويبقى فوق 5 زائد 2 اللي هو كام على كام؟ 7 على 9. تاني، لو انا عندي 3 على 11 زائد 4 على 11 حلها ازاي؟ المقامات متوحده، باخد 11 واحده يبقى فوق ايه؟ 3 زائد 4 اللي هي 7 على 11. يا مستر ما انا ممكن اعملها بالآلة. ما هو في حته جايه هقولها لك دلوقتي ما فيهاش آلة. لو انا بقول لك 2 ألف على 3
زائد 5 ألف على 3. الكلام ده كله بيساوي 7. اوجد ألف. يوجد ألف. واحدة واحدة كده بهدوء. انت هتحل زي المعادلة دي دلوقتي، بس خليك مركز. عارف في أجزاء كتير في المنهج الطالب بيعطل بسبب الحاجات دي. واحدة واحدة، سمي الله. أولا هنا المقامات متوحدة، آخد 3 واحدة، بيبقى فوق 2 ألف زائد 5 ألف. 2 ألف زائد 5 ألف يبقى 7 ألف. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 7، ودي معناها 7 على كام؟ 7 على 1. تعرف تحل؟ اهو مقص، وانت لسه قايل لي عليه. 1 في 7 ألف ب7 ألف، و3 في 7 ب21. أي حاجة عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. يبقى الألف بيساوي 21 على 7، تطلع معاك الألف بيساوي كام؟ 3. يلا واحدة كمان، واحدة كمان، ما تقلقش. 2 س على 5 زائد 3 س على 5، كل ده بيساوي 10. احلها ازاي؟ يلا ساعدني عشان انت هتحل اللي بعديها. احلها ازاي؟ اولا يا مستر المقامات متوحده، اخد 5 واحده. 2 س زائد 3 س يبقى 5 س. دي معناها 10 على كام؟ على 1. بحلها ازاي؟ بضرب مقص. 1 في 5 س ب5 س، و5 في 10 ب50. أي حاجة عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. 50 على 5 تطلع معايا السين بيساوي كام؟ السين بيساوي 10. لو فهمت حل لي دي بإيديك. وقف كده الفيديو. دي 12. اكتبها لك تاني. 2 ألف على 2 زائد 4 ألف على 2 بيساوي 12. وقف الفيديو وحاول تحل. تعالى حلالك. المقامات متوحدة. هنا كام؟ 2 ألف و4 ألف 6 ألف بيساوي كام؟ 12. ودي معناها 12 على ايه؟ على 1. احلها ازاي يا صاحبي؟ بضرب مقص. 1 في 6 ألف ب6 ألف، و2 في 12 ب24. أي حاجة عايزها لوحدها اقسم على اللي قدامها. 24 على 6 هيطلع معايا الألف بيساوي كام؟ بيساوي 4. ودي خطوة هتحتاجها وهنشتغل عليها كتير، وأنت هتبقى بيرفكت فيها واحنا بنحل في الحصة أو في المنصة، سواء ده أو ده، حصة أو منصة، سواء سنتر أو سواء أونلاين. في الاثنين هحافظ دايما إن أنا أقول لك حل بإيدك، يلا اشتغل دلوقتي، لأن هي دي مادتنا. تعال نتكلم في شوية الحاجات البسيطة اللي بتلخبط الطالب، اللي هي يعني إيه 12%؟ اللي هي بالظبط 12 على 100. هي بالظبط 12 علامة عشرية من 100. تاني، مستر انت كنت جايب كام في ثانوية عامة؟ كنت جايب في ثانوية عامة في ثالثة ثانوي 98 و3 بالظبط. بس خلينا في 98. 98% اللي هي 98 على 100، اللي هي 98 من 100 علامة عشوائية. ودي من الحاجات يقول لك ازاي 98% اللي هي 98 على 100. تمام؟ من الحاجات برضه اللي بتلخبط الناس وهي شغاله. خلاص؟ من الحاجات اللي بتلخبط الناس وهي شغاله. الحاجه اللي بعديها، حاجه اقول لك ايه؟ قرب النواتج الاتيه. يعني ايه قرب؟ هفهمك. لو انا عندي رقم طلع لي على الاله كده 3 علامه 5 7، 4 علامه 8 2، 6 علامه
5 3 7 علامة 8 3. ايه التقريب ده يا مستر؟ يعني اوقات في بعض المسائل يقول لك ثم قرب الناتج، او انت المفروض تقرب الناتج عشان تلاقيه في الاجابات. ايه التقريب ده يا مستر؟ التقريب ده عامل زي ايه؟ بالظبط التقريب ده عامل زي صرفت كام النهارده يا مستر؟ انا جبت اكل ب 91 جنيه. 91 قول 90. مش عارف خرجت النهارده صرفت كام؟ صرفت 142 جنيه قول 140. جبت اكل بكام؟ امبارح جبت اكل ب 99 جنيه قول 100. ده معناه ان في حاجات بتقربها للاعلى وفي حاجات بتقربها للايه؟ الاقل. اعرفهم منين؟ بص، قال لك بص على الرقم ده. تمام؟ لو الرقم ده 5 فيما فوق زود 1. لو الرقم ده اقل من 5 كل حاجه زي ما هي. يعني ده كام؟ 7. اعلى من 5 انا قلت 5 فيما فوق. يعني ايه؟ يعني 5 6 7 8 9. 5 فيما فوق يزود ده 1 فتبقى كام؟ فيبقى الرقم ده تقريبيا، ودي علامه التقريب، بكام؟ ب 3.6. تاني وبص على اخر رقم ناحيه اليمين بعد العلامه ده. ده كام؟ 2. اقل من 5 اقل من 5. اقل من 5 ما يزودش حاجه هو هيمشي. يبقى الرقم ده تقريبيا، ودي علامه التقريب، 4.8. تعرف تقرب لي الرقم ده؟ بص على الرقم الاخير اللي بعد العلامه هنا كام؟ 5. احنا قلنا 5 فيما فوق يزود ده فتبقى كام؟ 6.4 تقريبيا، ودي علامه التقريب. تمام؟ تعالى هنا الرقم ده كام؟ 3. مش الرقم ده اقل من 5؟ ما يقربش يا باشا، ما يزودش حاجه هو هيمشي. فيبقى الرقم ده تقريبا 7.8. لو انت فاهم وقف الفيديو كده وحاول تقرب لي ده. 3 علامه 77. حاول تقرب لي ده. 5 علامه 81. يلا اعمله لك انا بقى بايديا عشان نتاكد من حلك. السبعه دي تزود 1 لان هي اعلى من 5. 5 فيما فوق فيبقى كام؟ 3 علامه 8. طيب بص على الرقم اللي هنا ده كام؟ 1. اقل من 5 يبقى ما يزودش هو هيمشي. يبقى كام؟ 5 علامه 8. هو ده معنى كلمه التقريب. ماشي يا مستر، حلو كمل. في علامه هتقابلك وانت بتحل هتحس ان هي توهتك شويه بس هي علامه عبيطه. اجي اقول لك مثلا السين عباره عن 1 و2 و5 و3 و7. اوجد سيجما س. ايه العلامه دي يا مستر؟ سيجما دي اسمها رمز التجميع. خلاص؟ او مجموع او سميشن او جمع ايا كان الاسم. العلامه دي خلاص هي تحسها 3 بالانجليزي بس متدلعه سيكا. العلامه دي معناها جمع لكل الارقام بتاعتك. فما اقول لك عايز مجموع س، معناها امسك خانه السين اجمع لي ارقامها. فاجمع مين؟ اجمع 1 زائد 2 زائد 5 زائد 3 زائد 7. قالتك الجميل 10 15 3 18. فاجمعهم بالاله. تاني لو انا مديك صاد وليكن الصاد عباره عن 2 و7 و10 و11 مثلا، وباجي اقول لك انا عايز سميشن او مجموع صاد اللي هي العلامه دي، امسك آلة الجميله واكتب عليها ايه؟ واكتب عليها كل ده اللي هو ايه؟ 2 زائد 7 زائد 10 زائد 11. 9 11 20 هيطلع معاك المجموع بكام؟ المجموع ب 30. تخيل يا برنس تبقى طالب ثانويه عامه ولسه بتتلخبط ما بين الترتيب تصاعدي وتنازلي. ده بجد. لو عندي شويه ارقام بالمنظر ده 2 5 وهنا 3 وهنا 11 وهنا 7 وهنا 35 وهنا 42 وهنا 19 وهنا 1. واقول لك رتب تصاعدي. هي الارقام. ما هو عايز ارتب
تصاعدي، وهي الارقام عايز ارتب تنازلي. بص انا بتلخبط، تصاعدي صاعد، تصاعدي ده يعني من ايه لايه؟ من الصغير للكبير، فكلمه تصاعدي معناها من الصغير للكبير. مين اصغر حاجه عندي هنا؟ 1. مين اللي بعده؟ 2. اللي بعده 3. اللي بعده 5. اللي بعده 7. اللي بعده 11. اللي بعده 19. اللي بعده 35. واخر حاجه اللي هي كام؟ 42. 35 واخر حاجه اللي هي كام؟ 42. هو ده الترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. طب التنازلي عكس، نازل من الكبير للصغير. مين اعلى حاجه؟ 42. مين اقل منها؟ 35. مين بعديها على طول؟ 19. مين اقل من ال 19 على طول؟ ال 11. بعد كده في مين؟ ال7. بعد كده ال5. بعديها ال3. بعديها ال2. واخيرا ال1. كلام سهل قوي. الترتيب تصاعدي وتنازلي. عارف الترتيب ده بتلاقيه في بعض المسائل، يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك درجات الحراره، ما بعرفش اقول اول حراره، حاول تجمع. خلاص، temperature، درجات الحراره. بص يا معلم، تلاقي يقول لك ايه؟ درجات الحراره الكبرى، سيبك من الجمله دي، قيمه درجه الحراره نفسها يقول لك ايه؟ درجه الحراره مرتفعه، متوسطه، درجه الحراره حسبي الله ونعم الوكيل منخفضه. تمام؟ هو ده الترتيب التصاعدي والتنازلي. كده تنازلي اهو من الكبير للصغير. طب كده تصاعدي. طب ممكن يقول لك درجه الحراره مرتفعه جدا، فده اعلى منهم. درجه الحراره يا رب تبقى منخفضه جدا، ده اقل منهم. فكده ترتيب ايه؟ تنازلي. كده ترتيب ايه؟ تصاعدي. طيب موجوده في ايه تاني؟ في تقديرات الدرجات في الجامعه. ورغم اني الحمد لله فضل ربنا كنت من اوائل ثانويه عامه، الا ان انت لما تخش هندسه، انا خريج هندسه، تخش هندسه لازم تطلع بكحكه في حاجه. فيعني عدت عليا اللي انا هقوله لك دلوقتي ده. ترتيب تقديراتك في الجامعه، دايما اعلى تقدير في الجامعه ايه؟ ممتاز او امتياز. اللي بعديه على طول جيد جدا. اللي بعديه على طول اقل منه جيد. اللي بعديه معدي بالعافيه مقبول. اخر واحد المعفن ابو ملحق ضعيف. اللي اعفن منه ضعيف جدا. ده ما هوبش، كتب اسمه وطلع يجري. كده ايه؟ تنازلي. والناحيه الثانيه ايه؟ تصاعدي. امتياز ده اعلى حاجه في الماده. جيد جدا ده بعده، جيد بعده، مقبول بعده، ضعيف، واخر حاجه ايه؟ ضعيف جدا. هو ده الترتيب تنازلي. ولو انت طالع كده ده ترتيب ايه؟ تصاعدي. ودي من الحاجات السهله والبسيطه واللي انت هتشتغل عليها بعد كده كخطوه اساسيه في المسائل. طيب يا مستر انا بدات اتعب منك، اديني حاجه اخيره كلمني عليها والموضوع انتهى. مش تعالى اكلمك عن 3 مصطلحات: الوسط، الوسيط، او خليهم 4 مصطلحات: المنوال والمدى، وكلها مصطلحات احصائيه. تعالى اقولهم لك بالبلدي وبعد كده اقولها لك بالشرح. الوسط: مستر تيجي نلعب بلاي ستيشن؟ يلا يا صاحبي. مستر نتقابل الساعه 5 ولا 6؟ فاحنا اختلفنا، نتقابل 5 ولا نتقابل 6؟ فتسمع جمله ايه؟ بص، وسط خلينا 5 ونص. هو ده الوسط، مصطلح احصائي. انت بتصرف يا مستر 100 جنيه في اليوم ولا 200 جنيه في اليوم؟ اقول لك يعني ولا 100 ولا 200، وسط
يبقى 150. دي معنى كلمه وسط حسابي. تمام؟ ماشي، هقول لك بيتحسب ازاي دلوقتي، بس خليك فاكر ايه هو الوسط. خلاص، اللي هي جمله نقسم البلد نصين، هي دي الوسط. طيب ايه الوسيط؟ الوسيط هي الحاجه اللي في النص. عمو دياب كان بيقول لك ايه؟ يوم ثلاث بنات ندهوني. اشمعنى يوم الثلاث؟ الثلاث ده وسيط، قبليه سبت حد اثنين، بعديه اربع خميس جمعه. عدد الحاجات اللي قبليه قد عدد الحاجات اللي بعديه، هو ده الوسيط. بتلاقي كده ايه مثلا، فيلم نازل، فبطل الفيلم في الاعلان بتاع الفيلم هو واقف في النص، وحواليه اربعه مثلا خمسه هنا، وحواليه نفس اربعه خمسه الناحيه الثانيه. في الحاله دي بيبقى هو اسمه وسيط. الوسيط هو الحاجه اللي بتتوسط الاشياء اللي عندك، حاجه في النص. تمام؟ يا رب يا رب اتجوز اربعه، يا رب. ساعتها في الحاله دي احلى وسيط، في اتنين هنا وفي اتنين الناحيه الثانيه. تمام؟ دي معنى كلمه ايه؟ في واحده قرعه. دي معنى كلمه الوسيط. الوسيط عدد الحاجات اللي قبليه قد عدد الحاجات اللي بعديه. الوسيط في وجبات الاكل، الغداء قبليه فطار بعديه عشاء. الوسيط في الصلاه، العصر قبلها فرضين وبعدها فرضين. هو ده معنى كلمه وسيط. طيب المنوال، ما هو المنوال؟ القيمه الاكثر، انا هكتبها لك بقى عشان تعبت، تكرارا. وجع التكرار. القيمه الاكثر تكرار. القيمه الاكثر تكرار دي هي المنوال. مستر انت كلت ايه الاسبوع ده؟ تعال احكي لك. كلت بانيه، بعد كده محشي، بعد كده الحاجه عملت بشاميل، بعد كده محشي، بعد كده اتعزمنا بره فكلنا بعد كده محشي. ايه ده؟ المنوال محشي، ومش محتاج وصف، يعني انا باين عليا. المنوال هو القيمه الاكثر ايه؟ تكرار. اخر حاجه هي ايه؟ هي المدى. المدى هو الفرق ما بين اكبر قيمه واصغر قيمه. المدى، تعريف المدى هو الفرق ما بين اكبر قيمه واصغر قيمه. اكبر قيمه وليكن مثلا اعلى درجه جبتها في الرياضه كام؟ 80 من 100 مثلا. اقل درجه جبتها في الرياضه كام؟ 60 من 100. فالمدى ساعتها 80 ناقص 60، اللي هو اكبر قيمه للحاجه ناقص اصغر قيمه للحاجه. المدى هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. اعلى يوم خدت فيه مصروف كام؟ كان في العيد يا مستر، خدت 500 جنيه من الحاج. اقل يوم ما كانش راضي عنك، خدت 100. فلما تطرحهم من بعض 500 ناقص 100 هيديك كام؟ 400. وهي دي معنى كلمه المدى، اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. وافتكرها دايما بالشكل اللي قدامك ده. تمام؟ تعالى يا صاحبي، كحاجه اخيره بنتكلم عنها، حاجه اسمها فضاء العينه. وكل ده احنا بندردش في الماده بسيطه، ومفيش جزئيه انا هسيبك فيها، وكل حاجه هتشبع منها حل. ايه فضاء العينه؟ فضاء العينه معناها النواتج الممكنه لاي تجربه. بمعنى والله انا رايح العب بلاي ستيشن، ايه النواتج الممكنه؟ يكسب، فاصله، او اخسر، او تعادل. هو ده معنى كلمه فضاء العينه، النواتج المحتمله او الممكنه لاي تجربه. والله انا برمي جنيه، ايه فضاء العينه؟ يا اما صور يا اما كتابه. ايوه، انا برمي حجر نرد اللي هو الزهر، ايه فضاء العينه؟ الناس اللي بتلعب الليدو والطاوله والحاجات دي، يا واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه يا خمسه يا سته. هو ده فضاء العينه. فضاء العينه معناها النواتج الممكنه لاي تجربه. الحاجه تيجي تقول لك ايه؟ فضاء العينه بتاعي لما اجي اطلب من ولادي حاجه، هختار منهم حد، هختار يا اما محمد يا اما عبده اخويا الصغير يا اما نور القمر بتاعتنا. ففضاء العينه معناها ايه؟ النواتج الممكنه لاي تجربه. ده معنى كلمه فضاء العينه. حبيت ان انا ادردش معاك، بس دردشه سريعه كده. اتمنى دايما في اي فيديو ليا يكون جنبيك ورقه وقلم، وتبدا تحل وتطبق بعديه. ماده سهله ان شاء الله باذنك يا رب، اجيب فيها مجموع، ومجموع مرتاح مش بعيد كمان باذنك يا رب. طبعا انك تقفل لو انت ملتزم، سواء منصه او سواء سنتر. ما تبقاش مخنوق وقافل من الماده، ساعد نفسك خلاص.
انا هتعامل مع الماده، هحب الماده، هعرف احل فيها، هلاقي الدنيا فيها بالنسبه لك تمام. دايما ورقه وقلم معاك، آلتك جنبك، توكل على الله. سنه سعيده وانا بعتبر ثانويه عامه دي اول حرب انت بتخشها، وانا مش هخرج من حرب خسران، يعني انا لازم انجح، مفيش اي فرصه تانية. والله مش كلام انا ماشي يعني، مش بقول الكلام ده كبدايه بشجعك وبعدين خلاص، انا من وقت للتاني بحب افكر نفسي بالكلام ده، ان انا محتاج انجح ولازم انجح اكتر، وان انا عشمان في ربنا ان انا انجح اكتر من كده، لاني شايف ان ده حقي طول ما انا بتعب. فتوكل على الله. سنه سعيده عليك، ونفسي اشوفك انجح حد. السلام عليكم.